عارفين ليه بندرس الكنيسة دخان في صلاة السجدة؟ صلاة السجدة هي واحدة من الصلوات المليانة أسرار، واللي بيحصل فيها إن الروح القدس بيكون موجود. فصلاة السجدة بتتصلى الساعة 3 العصر، وبتبتدي الكنيسة تجيب منقد فحم وبتملاه كله، وبتبتدي مع الصلوات أبونا يزود بخور، فبتتملي الكنيسة كلها دخان لدرجة إن ممكن محدش يشوف التاني، وده بيرمز لحلول الله بنفسه. فزي ما الكتاب المقدس بيقول في نشيد الأنشاد: ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. يعني الله لو حل في مكان ريحته بتملى المكان كلها. كمان البخور بيرمز ان بعد اللحظة دي اعمال التلاميذ انتشرت في الارض كلها عن طريق الروح القدس. وفي صلاة السجدة بنذكر اي حد انتقل، وده لان الروح القدس بنفسه موجود وسطينا وبيعزي اي حد ليه منتقلين، وحاجات تانية كتير جدا. فصلاة السجدة مليانة اسرار، واللي دايما بنشوف فيها الله بنفسه. وانت كمان صلي معايا وقول: انا بشكرك يا رب، ارجوك خليك دايما معايا، احفظني يا رب وقويني، وابعد عني عدو الخير وكل افكاره ومحارباته الشريره، واحفظني من كل شر وكل هم وكل تعب.